السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي افضل الاحوال ديالكم. بغيت نشارك معكم هاد الدجاجه، فكره للغداء او عشاء، وراه كتجي زوينه بزاف وكتجي بنينه بلا قياس. ندوزو للطريقه ديال التحضير ومقادير. كما كتلاحظوا معايا، فخديت تقريبا انا هنايا واحد 150 غرام ديال الكفته. يعني الكميه ديال الكفته كتبقى اختياريه. خديتها شحرتها مع زويته وشويه ديال الملحه، زدت عليها الشوربه الصينيه اللي رقتها في الماء، وزدت دابا كنت هكذا شحرتها، عاد زدت عليها. ودابا كندير التوابل، درت سكينجبير، درت شويه ديال الحار، درت الصلصه ديال الصوجا. وبالنسبه اللي كتعجبو الحبه كحله فيمكن له يضيف الحبه كحله. واحد المعلقه اللي صغيره تكون عامره مزيان ديال لا موطارد، كما كتلاحظوا معايا انا هنايا في الصوره كما كتشوفوا. صافي هنايا كنخلطوا دوك العناصر كلهم مع بعضياتهم وكنرجعوهم فوق البوطه. صافي خديت الدجاجه ديالي، خديت الحشوه هكذا بردات واحد شويه غير دفات، وبديت كنعمر في الدجاجه كما كتلاحظوا معايا. ديك الحشوه كنهزها وكنعمر في الدجاجه. صافي الدجاجه اللي راني مرقداها غسلاها بالحامض والخل والملحه ورقدتها ليله كلها، من بعد عاد درت فيها هادشي. فراه كتصدقوني كتجي رائعه، غير جربوها. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا معايا، كنعمرها مزيان 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 كيف ما كتشوفوا. فانا خديت بالنسبه للدجاجه دخلات ليا، بالنسبه للكميه دخلت ليا داك الطرف من الشوربه ديال شعريه ديال الروز، يعني كتكون فيها جوج ديال الاطراف، فخديت غير واحد. صافي هنايا خديت الكيردون، وهنايا غادي نسد الدجاج ديالي بالكيردون. غادي نحاولوا نسدوها مزيان، كندخلوه وكنديروه في هكذا ملي كنكونوا كنغسلوه كنحاولوا اننا ما نحيدوش ديك الجلده، لان بها باش كنسدو، باش ديك العماره ما كتزلعناش. بالنسبه اللي بغى يدير بلاصه الكفته يدير الكروفيت، فراه كتجي حتى هي لذيذه بزاف. صافي انا بغيت هاد المره نجرب معكم بالكفته كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا. صافي هنايا راني بلعتها مزيان، ضروري كنسدها مزيان مزيان مزيان. كنت بغيت نزيد هاد الكيردون، ولكن صافي كنتلاقى مع الكيردون الاخر وراه تهرس لي. صافي من بعد فانا غادي نحايدو، ما غنخليهش كاع. ما عرفتش واش تسجل داك المقطع فاش كنحايدو او لا. المهم انا راه ما كنحايدو. سديت الدجاجه بواحد 4 ديال لي كيردون. صافي كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا، من بعد انايا هاد الدجاجه غادي نفورها. اللي بغى يدخلها الفران فيمكن ليه انا يدير لها البابي ديال الطبخ مع الالومنيوم، لكن انا بغيت نفورها. من بعد غادي ندخلها الفران غير تحمر. كيف ما كتشوفوا خديت الكسكاس. صافي غادي نحط الدجاجه ديالي في الوسط، وهنايا كندير حتى الخضره اللي غادي نرافق معها الدجاجه حتى هي غادي نديرها تفور. خديت الجلبانه، غادي ناخذ كذلك بطاطا، كناخذ كيف ما كتلاحظوا معايا اللوبيا خضراء، لاريكو كيف ما كتشوفوا. صافي يعني كيبقى لك هنا الاختيار، اي خضره كتفضليها فيمكن لك انك ديريها. كذلك البروكولي او اي خضره يعني يمكن لك انك تضيفيها. يعني بالنسبه لهذا الطبق فكيدخل معاه جميع الخضار، كتجي بنينه بزاف. صافي خديت شويه ديال الملحه وغادي نرش عليها الملحه. صافي كما كتشوفوا من بعد ما تفورات ليا، فراه خدات الوقت، خدات تقريبا واحد ساعتين، يعني لا النار مهيله، فراه كطيب مزيان. بالنسبه لهاد الخلطه فراه كتمسجلها، غير مشى ليا المقطع. فخديت شويه ديال الصلصه ديال الصوجا مع شويه ديال لا موطارد، شويه ديال الكيتشوب، ودهنت به ديك الدجاجه كيعطيها واحد اللذه اللي خطيره. صافي دخلتها الفران تحمرات ليا. من بعد ديك الخضره صوتيتها بشويه ديال الزعتر وشويه ديال الحامض والملحه. صافي كما كتشوفوا هذا هو الطبق ديالي.